اوكي اكيد انتم شفتوه. رح يمكن رح تكون هاي الفقره عباره عن يومين. رح تفهموا ليش، هلا بتفهموا ليه. فقرة خلينا نجرب اليوم رح تكون وصفة، بس مو أي وصفة، رح تكون وصفة غريبة كتير وإن شاء الله تزبط لأنه شكلها بتشهي. الوصفة عبارة عن جامي بيرز، وأنا كتير بحب الجامي بيرز، وشي مثل السبرايت أو السفن أب أو مي غازية، أظن كلهم بيزبطوا. أوكي، وتابروير. هلا ليش رح تكون هاي الفقرة عبارة عن يومين؟ لأنه رح نضطر ننقع الجامي بيرز اليوم ونحطهم بالفريزر ونستناهم ليتفرزوا، فأظن النتيجة رح تكون بكرة. هلا رح ناخذ الجامي بيرز. اوكي، الوصفة كتير سهلة بس مفروض بعد ما تتفرز تصير كرانشي. اوكي، رح ناخذ الجامي بيرز ونحطهم بالتابوير. اظن رح استعمل بس وحدة. ريحتها بتشهي. قولوا لي انتوا اي لون بتحبوه؟ انا بحب الاورنج كتير. اوكي، بس بفرفتهم عن بعض، بعدهم عن بعض. اوكي، وبعدين رح احط هي عليها. اوكي، انقعهم يعني، رح اغمرهم. اوكي، وهيك اول خطوة من خلينا نجرب للفروزن جامي بيرز، خلينا نسميها، خلينا نجرب فروزن جامي بيرز. اوكي، هاي اول بارت. هلا رح نخليهم رح ننقعهم، رح نتركهم هلا برا، ما نحطهم بالبراد ثواني قبل على الليمون. ما رح نحطهم بالبراد، رح نتركهم برا، والمفروض انه بعد كم ساعة يكبر حجم الجامي بير. يعني هلا حجم الجامي بير هالقد، مفروض انه يكبر بالسايز تايمز 2. يعني مفروض يعني يكبر منيح، بس مو انه كتير كبير، بس انه يكبر منيح. اوكي، رح نتركها ونشوف شو رح يصير. بعرف انه هاي فقرة قصيرة، بس فقرة بحس انه لو زبطت قوية جدا، سفاحة.